طيب كما ذكرت الحدث او الجديد يعني بالنسبه للملف اللي كيشغل كما ذكرت بدايه البرنامج البال ديالنا والبال ديال الجميع، وهو هذا الملف ديال نهائي كاس افريقيا للامم الاخيره اللي كان تم اعلان، يعني كانت السنغال خرجت فائزه، لكن منذ اسبوع تقريبا جاء القرار الصادر عن لجنه الاستئناف التابعه للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم بالغاء قرار لجنه الانضباط اللي اتخذت تقريبا واحد الشهر من بعد نهائيه كاس افريقيا الامم. والحدث الامس وديع كان هو رسميا الطاس محكمة التحكيم الرياضية التي تعلن بأنها توصلت بالفعل بالطعن من الجامعة السنغالية لكرة القدم بخصوص القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف، وتطالب بأن تتدخل محكمة التحكيم الرياضية للفصل ما بين الجامعة السنغالية والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هو فؤاد، المسار القانوني إلى حدود الساعة هو عادي وطبيعي جدا، لأن الآن بلغنا آخر مرحلة من التقاضي في هذا الملف، وهذا كيفما كان الحال هو حق مشروع للاتحاد السنغالي لكرة القدم. لكن الفؤاد، الطاس يوم أمس المثير في البلاغ نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هو أن الطاس أكد بأنه سيولي أهمية كبيرة عبر لسان مديره العام لهذه القضية وسيحاول معالجتها في أقرب وقت ممكن. صحيح بأن كل الإجراءات القانونية التنظيمية ستتطلب على الأقل 40 يوما على الأقل قبل البت في كل مذكرة لكل طرف. ثم أيضا يمكن أن نتحدث اليوم على أن السنغال الآن أدخلت المغرب كطرف بشكل رسمي لما له من مصلحة في هذا الملف. لكن أعتقد فؤاد بأن كل المعطيات القانونية وكل ما خرجت به لجنة الاستئناف والمادة 82 من النظام الأساسي لكأس الأمم الإفريقية 2025 كلها تصب في صالح المغرب. لذلك فؤاد أعتقد بأن هذا المسار سيكون مسار طويل. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والكاف يتوفرون على خبرة قانونية كافية للدفاع عن هذا الطرح القانوني الصرف. وأيضا فؤاد كما تعلم الكل على يقين بأن هذا الملف يتطلب تطبيق القانون فقط، وأن الطاس سترى هل بالفعل هذه المادة 82 طبقت والرابعة والثمانين لأنها هي التي تقول العقوبة. لكن كن على يقين فؤاد بأن المادة 82 غير قابلة للتأويل، واضحة في منطوقها، وبالتالي يمكن أن نقول بأن منذ الآن ملف السنغال فؤاد دعنا نقول بأنه شيئا ما هو ضعيف نسبيا. ضعيف نسبيا، وان كان الجانب السنغالي باش نوضعوا الناس في الصوره، باش ما نبقاوش نعطيو جميع الاراء وجميع الطروحات، باش نكونوا يعني الان كيتحدثوا مثلا الجانب السنغالي كيتحدث على يعني القانون او الفصل 5 من يعني ديال الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم اللي كيقول ان الحكم هو الامر والناهي في مباراه ديال كره القدم، يعني ان القرارات ديالو لا رجعه فيها لانه هو الحكم في ارضيه الميدان. ولكن كنرجعوا وكنلقاو ان السنغال واخا كان هناك قرار ديال الحكم ديال المباراه ديالها امام جنوب افريقيا في اقصائيات كاس العالم 2018 لما كانت انهزمت امام جنوب افريقيا بهدفين لواحد، لكنها مشات للطاس ودافعت على واحد الحق ديالها، ديال واحد القرار ديال واحد الحكم اللي جا دار مباراه ديالها امام جنوب افريقيا وربحات، وتم اعاده المباراه وربحات ومشات كاس العالم. اذا حتى هاد الناس اللي كيبغيو يستندوا على هاد الماده 5 اللي كتقول لك ان الحكم راه القرارات ديالو نهائيه ولا رجعتها فيها، فهي السنغال هي اولا اللي كانت استفدت من الغاء او لا عدم الاخذ بعين الاعتبار هذه الماده 5 اللي كما كنا كنعطي الحق الحكم انه يكون هو الامر والناهي في نهايه المطاف، والقرارات ديالو لا رجعه فيها. سي سمير، بطبيعه الحال انت متبع هذا ككل مغربي، ككل مهتم بالشان الرياضي الكروي في المغرب، كيفاش جاتك انت هاد القرارات، الموقف ديال المغرب، الموقف ديال السنغال، كيفاش انت شخصيا يعني انت ماشي رجل قانون، انت يعني كمواطن مغربي كلاعب دولي سابق، كيفاش عشتي هاد الحدث هذا؟ وحنا كلنا بطبيعه الحال غنزيدوا ننتظروا، الفصول طويله والامور ما غتنتهيش بهذه السرعه هذه. نعم اخي فؤاد، غير باش نرجع لواحد النقطه على الماده 5 اللي استندت عليها الجامعه السنغاليه
على ان الحكم هو الناهي والامر في المقابله، ولكن ما ننساوش على ان في الدفعات الجامعه الملكيه فهي استندت على لو رابور ديال الحكم المقابله وعلى المندوب المقابله. وفي الرابور ديال المقابله الحكم اللي دار في الرابور ديالو على انه المنتخب السنغالي انسحب، وهي كيف كنعرفوا في قانون اللعبه الفارق او لا لاعب غير لاعب ماذا بالمجموعه اي لاعب الا خرج الفيسير ورجع عنده انذار، فكان في لو رابور ديالو. فجاتنا عاديه الدفعات ديال المغرب قويه، خدا الامور بجديه. الاستئناف كان جدي، طبق القانون ديالو. كنشوف على ان في المحكمه الطاس بلوزان فهي استقبلات الطعن ديال الجامعه السنغاليه باش على انها تشوف الملف ديالهم. ولكن ما ننساوش على ان الملف ديال الطعن ديال الجامعه السنغاليه فهو كان فاضي من الدفعات، ولهذا عطاتهم مهله على انهم يحاولوا ما امكن لا ينقضوا ماء الوجه ديال الجامعه السنغاليه. فالملف ديال الجامعه المغربيه فهو قوي. نعم، هي بطبيعه الحال هذا الامر يعني واضح وضروري ومنتظر ومشروع. يعني السنغال ما غاديش توقف مكشوفه الايدي امام قرار بحال هكا ديال لجنه الاستئناف التابعه للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. وهو ربما هو التعطل ديال لان اسبوع الان تقريبا او اكثر كان ذلك لم تخن الذاكره يوم الثلاثاء، يعني منذ 10 ايام الان. فبالتالي كنحسبها راه 27 باقي عقل نهار الثلاث اللي فات. فبالتالي يعني المشكل بالنسبه للجامعه السنغاليه علاش تاخرت هذه المده كامله ديال 10 ايام عاد باش مشات عاد باش تقديم ديال الطعن في القرارات للجنه الاستئناف الشغل ديالهم. ولكن ربما كيتير واش بقاو كيشوفوا شنو هو الفرص ديالهم انهم يفوزوا في هذا الملف. تحدثت وديع على المدير العام ديال المحكمه ديال التحكيم الدوليه اللي هو ماتيو ريب، كما ذكرتي قال بانه احنا في الطاس مرحبا بهذا الطعن، وحنا عندنا كل الادوات وكل يعني وحنا مجهزين بهذه العباره باش نبثوا في مثل هذه الخلافات اللي كتنشب في المجال ديال الرياضه بشكل عام، لان ماشي كره القدم، راه عندها الطاس راه كتجيها ملفات عديده وملفات عديده. وكيقول بانه عندنا خبراء وحكام مستقلين ولديهم من الكفاءة ما يكفي للبث في مثل هذه القضية. وقال بأن هو كيعرف الشغف الآن، لأن لا حديث في الشارع المغربي ولا حتى في الشارع السنغالي وحتى في الشوارع ديال شي دول اللي ما عندها حتى شي علاقة بهذا الملف وحاشية راسها في هذا الملف ضد في المغرب. بعض الدول وبعض المنابر الإعلامية سامحها الله أنها مدخلة راسها في هذا الشيء ديال ربما تدافع عن الملف السنغالي أكثر من السنغاليين نفسهم. فهو كيقول بان يعني احنا غادي نقدم القرارات غادي تتخذ في اقرب وقت ممكن. هذا ارتباطا بهذا الموضوع اصدقائي، وبعد اعلان المنتخب المغربي بطلا لكاس افريقيا عبرت العديد من الشخصيات الرياضيه عن تأييدها لموقف الكاف، مؤكده بان اسود اطلس كيستحقوا التتويج بالنجمه الثانيه. يعاقب فيه الظالم صديقي اكرم طبيعه الحال وديع، لانه دعني انا شخصيا والله بغض النظر على هذا الكاس وهذا انا ما حز في نفسي وهو افساد هذا العرس الكروي القاري. يعني احنا دابا عاد كنشوفوا مواقع وديك التصرفات ديال الجمهور السنغالي وديك الاعتداء ديالو على المجموعه ديال الحراس يعني الامن اللي كانوا في الملعب، ديك الطريقه ديك العجرفه ديال المدرب تياو كيفاش كيهضر مع اللاعبين ويلا نخرجوا وامام مرأة من العالم يشاهدك. ما بقى والو، ضربه جزاء راه ماشي زعما ضربه جزاء صحيحه وصحيحه ونعتبروها شي ماشي صحيحه. علاش احنا غادي نوصلوا؟ طيب بالنسبه للتعقيب وديع حول هاد الاراء وربما الدعم ديال هاد الناس اللي شفناهم في التقرير، لاعبين دوليين، وسائل اعلام دوليه لها وزنها كصحف اسبانيا مثلا، هذا كيعكس ان الملف المغربي عنده يعني السند من مجموعه من الفعاليات، احب من احب وكره من كره، ثم الاهم وهو بعض المدربين. نتحدث مثلا على كلود لوروا مثلا، او بعض الصحفيين ايرفي بونو مثلا اللي كانوا في الاول مشاو مع الطرح السنغالي، لكن في نهايه المطاف تراجعوا لما
تعرفنا على كل الحيثيات المحيطه بهذا الملف هذا. أكيد فؤاد، يجب أن نفهم بأن كل من يعشق ويحب كرة القدم من دون شك سيقول بأن ما وقع وما وقع عليه منتخب السنغال مرفوض 100%. بمعنى نتحدث عن أناس يفهمون يحبون كرة القدم. هذا جانب آخر فؤاد، هو كما ذكرت هناك أطراف لا يهمها نهائيا لا كرة القدم ولا يهمها لا القانون ولا أي شيء. ما يهمها فقط هو أن تهاجم يعني الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأسود الأطلس. هذا هو الهدف الأساسي. لكن لهؤلاء فؤاد يمكن أن نقول وديع ماشي غير الجامعة كيبغيو ينالوا من سمعة المغرب، ماشي غير الجامعة، راه البلد هذا هو. يعني ماشي غير الكرة، كيمشيو أبعد، بغاو يمشيو أبعد من الكرة، ولكن شتان ثم شتان. صحيح، لكن أريد أن أقول بأن فؤاد المعرفة والوعي ألم بالنسبة لهؤلاء. لماذا؟ لأنهم هو في قرارات نفسه يعرف بأن الموضوع حسم وأن القانون في صالح المغرب وأن السنغال هي من أخطأت، وبالتالي لا يريد أن يدخل إلى خانة المعرفة والوعي وهو في آخر المطاف يحس بالألم. لذلك هو ينتقد. فؤاد، يجب أن ننتبه بأن لا يجب أن ننجر إلى كل هذه الأمور. اليوم نحن كإعلام ندافع عن ما هو قانوني، ندافع عن قواعد كرة القدم، ندافع عن المنتخب المغربي في أحقيته لأن القانون يعطيه ذلك، ليس لأن نريد فقط أن نقول بأن المغرب له الحق من دون سند قانوني. كما يقال فؤاد، القاعدة القانونية في العالم لا جريمة من دون نص. الآن واضح بأن المادة 82 جرمت ما قام به المنتخب السنغالي، وبالتالي جاءت المادة 84 تقر بذلك. حتى من يعتقد فؤاد بأن هذه البهرجة الإعلامية قد تعطي أكلها في الطاس فهو خاطئ. الطاس لا تعرف لا يعني لا الفيفا ولا الكاف ولا السنغال ولا المغرب تعرف تطبيق القانون. ولذلك المعركة فؤاد يجب أن تكون معركة قانونية محضة 100%. دابا الشيء اللي غيكون ما يحدث اليوم من قبل هؤلاء أعتقد بأنه مضيعة عليه الوقت. هذا الشيء اللي غيكون الآن كاين القانون واضح، فهمتي، كاين واحد النصوص اللي هي واضحة، كل شيء مسجل، كل شيء مدون، كاميرات تبارك الله، يجي الكاميرات من ما عرفت شحال من كاميرا اللي كانت في الملعب في المركب الرياضي محمد الخامس، كل شيء واضح وكل شيء باين. منتخب انسحب كما ذكر صديقنا سمير، مدونه في التقرير ديال الحكم. احنا ما بغينا، كاين مسائل كثيره كتخرج من مواقع التواصل الاجتماعي ولكن ما نقدروش نتحدثوا عليها لان ما عندناش المعطيات يعني بشكل رسمي من الناس اللي هما يعني حقيقه كانوا في هذه الامور هذه، لا من ناحيه الاستماع المكالمات في المباراه النهائيه، لا من ناحيه ما تم قوله للحكم ديال المباراه انه ما يعلنش على انسحاب من طرف مراقب المباراه. كاين شي هاد المسائل هذه ما عندناش حنايا، لان يعني ما عندناش اطلاع على الملف المغربي علاش كيستند. ولكن ما يشاع وما اللي كيروج في مواقع التواصل ان هذا الشيء اللي كيقول ان مثلا المساعد يعني المكلف بالمباراه مراقب المباراه تحدث في لغيات مع الحكم اللي كان غيعلن عن نهايه المباراه وانسحاب، لكن طلب منه التريث. ثم القضيه ديال ايضا خروج اللاعبين وعدم العوده ديالهم. نتفاعل معك فؤاد في هذه النقطه بالضبط، وفعلا عندك الحق. لماذا؟ لان اليوم حتى في بعض متابعي بوديوم تسالوا في الصفحه وكيقولوا طيب انتم كتقولوا بان كاين فيديوهات وكاين تسجيلات وكذا، واش الطاس غتشوف لك هذا الشيء؟ هذا المفهوم بغينا غير نوضحوا فؤاد بان راه الطاس ما تشوفش غير تقرير الحكم او لا تشوف فقط غير المندوب او لا تشوف قرار لجنه الاستئناف. بحسب الماده 44 فؤاد من النظام الاساسي لمحكمه الطاس تقول بان اي طرف في المذكره ديالو عنده الحق يجيب جميع وسائل الاثبات، والمحكمه مطالبه فؤاد بانها تدرج كل هذه وسائل الاثبات في جلسات الاستماع. هي المحكمه المغربي الا بغى يجيب اي تسجيل راه من حقه. لا بطبيعه الحال. دابا وخصوصا ان المحكمه هذه ديال الطاس قلتي ماشي غتشوف غير القرار، راه عندها الحق انها تجيب كاع الدفعات. يعني السنغال غتجيب الدفعات ديالها والمغرب تبارك الله غادي يجيب الملف ديالو واضح وضوح الشمس، فهمتي، غيجيب الملف ديالو بالمستندات بالادله بالثوابت اللي كتثبت الحق ديالو المشروع، كيدافع على حقه فقط لا غير.